الفيديو ده هقول لك ازاي تختار الجبنه الصحيه من الجبنه الضاره، ازاي تفرق ما بينهم الاثنين. طبعا الانواع اللي موجوده في السوق كتيره، فانا مش هقدر اذكر لكم كل نوع بالاسم، ولكن هديكم بعض الامثله وهديك المفتاح اللي تقدر بعد كده بكره وبعده لو نزل نوع جديد من الجبنه تعرف اذا كان النوع ده كويس ولا مش كويس. المفتاح هو ان اي علبه جبنه مكتوب عليها نبات الدهن نبعد عنها. اي علبه جبنه مكتوب عليها جبنه بطعم كذا، جبنه بطعم الرومي، جبنه بطعم الشيدر، جبنه بطعم الجبنه الاسطنبولي، مفيش حاجه اسمها جبنه بطعم جبنه. الجبنه هي لوحدها جبنه، الجبنه لوحدها ليها طعمها المميز الخاص بيها. اي جبنه بطعم جبنه ابعد عنها فورا، اعرف ان دي متنيله ب 60 نيله. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ ازاي نعرف الجبنه السليمه؟ الجبنه السليمه يا جماعه بيبقى مكتوب على علبه بمنتهى الصراحه لبن طبيعي 100%، مش 90%، مش 99 ولا 50%، ولا لبن طبيعي وجنبها زيوت نباتيه او دهون نباتيه. مكتوبه بمنتهى الصراحه المكون الوحيد هو لبن طبيعي 100%. طبعا في شركات كانت زمان بتعمل جبن نبات الدهن، ودلوقتي بدات تعمل جبن لبن طبيعي 100%. هتلاقوا منها موجوده دلوقتي في السوق ومنتشره كويس. على سبيل الامثله من الجبن اللي هي طبيعيه، جبنه دومتي عامله دلوقتي جبنه مكتوب عليها لبن طبيعي 100%، وفي جبنه بريزيدون، وفي الجبنه القريش يا جماعه، بس حاولوا تجيبوها من مكان او مصدر موثوق منه او مصدر نظيف. دي افضل واحسن انواع الجبن اللي ممكن تعملوها او ممكن تاكلوها، او ممكن تعملوا الجبنه في البيت من لبن طبيعي 100%، وبعيدا عن كل العك والهري اللي بيحصل بره وانك تقعد متشكك من الجبنه اللي انت مشتريها.